بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم باشمهندس احمد هاني، مهندس كهرباء باور. ان شاء الله النهارده اول محاضره لينا في كورس الديستريبيوشن تراك ديزاين. طبعا كلنا منتظرين الكورس بقالنا فتره. الكورس بتاعنا هيكون بعنوان Electrical Design for Construction Project. ان شاء الله المحاضره بتاعتنا النهارده هتكون بعنوان Introduction to Construction Field، مقدمه لمجال المقاولات بشكل عام، وهنتكلم عن دورنا كمهندسين كهرباء باور في المجال ده بيبقى عامل ازاي. هنتكلم عن بعض التفاصيل المهمة جدا 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 اللي تهمك كمهندس كهرباء باور، واللي لازم تبقى عارفها علشان خاطر تعرف انك انت دورك هيبقى عامل ازاي في مجال الديستريبيوشن، وتبقى عارف انت هتبقى موجود في انهي حتة بالظبط. في البداية يا باشمهندسين خلينا نعرف يعني ايه distribution. What is the meaning of distribution؟ طبعا الديستريبيوشن هو عبارة عن التوزيع. كلمة ديستريبيوشن معناها التوزيع. فمعنى الديستريبيوشن هو ان اي حاجة بتيجي بعد محطات المحولات بتسمى بالديستريبيوشن. الديستريبيوشن ده يا باشمهندسين هو ان احنا نبدأ نمسك الكهرباء اللي بتيجي مثلا عند منطقة معينة، ونبدأ ان احنا نغذي منها الشقق السكنية والعماير السكنية والفلل والبيوت والمكاتب الإدارية والمصانع والشركات، وكل الأمور دي احنا بنسميها بالديستريبيوشن أو بنسميها بالعربي اللي هو التوزيع. فكل حاجة بتيجي بعد محطات المحولات بنسميها بالديستريبيوشن. انا عملت رسمة بسيطة كده بتوضح الموضوع بشكل مبسط. هو ان الجهد بيطلع من محطة الجنريشن اللي هي محطة التوليد. الجهد بيبقى عالي، بنبدأ ان احنا ننقل الجهد ده، فبننقله عن طريق ترانسميشن لاين. الترانسميشن لاين دي بتبدأ تنزل لمحطة اسمها محطة التوزيع. محطة التوزيع بتبدأ تنقل تاني الكهرباء بتبدأ توصل عند المنطقة مثلا اللي انت ساكن فيها. المنطقة دي بتكون بتتغذى من خلال ترانسفورمر. الترانسفورمر ده بيكون هو عبارة عن ستيب داون ترانسفورمر، يعني بيشتغل على انه ستيب داون، مش بيشتغل على انه ستيب اب، يعني مش بيعلي الجهد. ستيب داون يعني بيقلل الجهد. بيقلل الجهد لحد كام يا باشمهندس؟ بيقلل الجهد لحد 380 فولت او 400 فولت على حسب المحطة وعلى حسب نوعها. ال 380 فولت دول اللي هم الثري فيز اللي احنا كلنا عارفينهم. طبعا الترانسفورمر اللي هو الستيب داون ده بيبقى متوصل دلتا ستار. ده من احد الاسئله اللي بتتسال في الانترفيوهات. الترانسفورمر اللي بيبقى مسؤول عن تغذيه اماكن معينه او مناطق معينه بيتوصل ازاي؟ بيتوصل دلتا ستار. طيب ليه بيتوصل دلتا ستار يا باشمهندسين؟ بيتوصل دلتا ستار لان لو انا مثلا وصلته اي توصيله تانية غير دلتا ستار فمش هيبقى عندي نقطه، لان زي ما انتم عارفين ان في الدلتا مش بيكون عندي نيوترال، فانما في الستار بيكون عندي نيوترال. نقطه النيوترال دي هي النقطه اللي انا ببدا اعمل منها التقريض او اللي بيسموه الجراوندنج سيستم او الايرسنج سيستم. فمن خلال النقطة اللي بتبقى موجودة في التوصيلة اللي هي الستار بقدر ان انا اعمل الجراوندنج سيستم او الايرسنج سيستم. وده اللي احنا هنبقى نتكلم عنه لما نيجي نتكلم عن ازاي نختار الترانسفورمر وازاي نعمل سايزنج للترانسفورمر وكل الكلام ده. فده كده مقدمة بسيطة عن يعني ايه كلمة ديستريبيوشن، او يعني ايه هو مجال الديستريبيوشن بصفة عامة. طيب تعالى بعد كده بقى نتكلم عن مجال المقاولات اللي هو الكونستراكشن فيلد. مجال المقاولات يا باشمهندسين هو من المجالات المهمة جدا 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 حاليا في السوق، واللي مطلوبة جدا 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 حاليا في السوق. يعني هتلاقي معظم الناس حاليا بتدي كورسات في الديستريبيوشن، يقول لك تعالى خد كورس ديستريبيوشن مش عارف بكام، تعالى اعمل مش عارف ايه. كل الكلام ده انا هوفره لك في الفيديوهات اللي انا هنزلها خلال الكورس. الكلام اللي انا بقوله ده والله العظيم بفلوس وبيتباع بره بفلوس. انا مش عايز منك اي حاجه، انا عايزك انك انت بس تستفيد. انا بنقل العلم، انا مش عايد عليا باي فائد. انا بس كل اللي انا عايزه منك انك انت تستفيد وتدعي لي دعوة حلوة، وربنا يكرمنا جميعا إن شاء الله. طيب تعالى بقى نتكلم هنا عن مجال المقاولات بصفة عامة أو خطوات المقاولات بصفة عامة. خطوات المقاولات بصفة عامة بتمر بمراحل مختلفة، بتبدأ من التخطيط وبتنتهي بالتنفيذ والتسليم.
واحنا هنبدأ بقى نشرح الكلام ده بيتم ازاي. اولا اي مشروع في الدنيا علشان احنا نعمله لازم يكون في رغبة عند حد معين بانه هو عايز ينفذ المشروع ده. يقول لك والله انا عايز اعمل مصنع، المصنع ده هيبقى مصنع مكرونه، مصنع زيت، مصنع مواد غازيه، مصنع اي مصنع. واحد تاني عايز يعمل شركه، واحد تاني عايز يبني فيلا، واحد تاني عايز يبني بيت عادي، واحد تاني عايز يعمل عماره، كل الكلام ده. فهو رغبه جهه معينه لتنفيذ مشروع انشائي معين، كمشروع سكني او مبنى اداري او مبنى تجاري او مستشفى او مسجد او مدرسه او بنك او مصنع، كل الكلام ده طبعا. والجهه دي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها المالك. فده المالك اللي هو عايز ينفذ المشروع، سواء كان المالك ده شركه او فرد او مؤسسه حكوميه او اي حاجه، وليكن بس هو في الاول وفي الاخر ايه؟ في جهه معينه عايزه ان هي تعمل المشروع ده. طيب احنا بقى المالك ده بيعمل ايه؟ المالك ده بيبدأ كده يروح لمهندس مكتب استشاري تصميمات هندسية علشان خاطر يبدأ يعمل له التصميمات بتاعة المشروع. يبدأ يقعد معاه مكتب الاستشاري تصميم، بيبقى فيه مهندسين طبعا. المهندسين دول بيبداوا يقعدوا مع المالك. بيبدا الموضوع الاول مع المهندس المعماري خالص، في البدايه خالص اللي هو الانتيريور ديزاين. بيبدا ان هو يحط له ديزاين للمشروع. والله احنا مثلا المشروع بتاعنا هيتكون من كذا دور. الدور الاول هيكون الوجهه بتاعه المكان من المكان الفلاني. هيكون مثلا عندنا في هيكون عندنا مثلا بدروم. هيكون عندنا في الدور الاول هنعمل مش عارف ايه، الدور الثاني هنحط مش عارف مين. كل التفاصيل دي بيبدا المهندس المعماري اللي هو الانتيريور ديزاين بيبدا يتكلم فيها مع المالك، ويبداوا يعملوا تصور عام للمشروع. طيب المهندس المعماري ده بعد ما بيخلص بقى التصميم والمالك بيقول له والله تمام احنا متفقين، بيبدأ بقى مهندس المدني يبدأ يمسك المشروع ده ويمسك اللوحات، يبدأ يعمل اللوحات التصميمية للمشروع كعمدان وككلام من ده. وبعد كده يبدأ ان هو ايه؟ ينفذ المشروع على أرض الواقع. بعد ما مهندس المدني بيبدأ يخلص تنفيذ المشروع على أرض الواقع، بيجي دور بقى مهندس الكهرباء ومهندس الميكانيكا عشان يعملوا إيه؟ علشان يعملوا التغذية الكهربائية للمشروع. مهندس الميكانيكا بيعمل أحمال الاتشفاج والفاير فايتنج والبلامنج وكل الكلام ده. طيب أنا بقى عايز أعرف حاجة. انا كاتب لك هنا في السلايد بقول لك ان هو اول حاجه بنعملها هي التخطيط والتحضير، ان احنا بنبدا نخطط ونحضر للمشروع زي ما احنا بنعمل. يعني المالك بيبدا ان هو يعمل دراسه جدوى للمشروع عموما، بتشمل تحليل التكلفه والعوائد وتحديد مدى جدوى المشروع. يعني ايه العائد اللي هيرجع على المشروع ده؟ طب المكسب هيكون قد ايه؟ كل التفاصيل دي بتاعت ايه؟ بتاعت المالك. برضو تصميم المشروع، وقلنا تصميم المشروع ده اللي بيبقى ما هو المالك اول حاجه بيعملها ان هو بيبدا يروح لمين؟ لمكتب استشاري تصميمات هندسيه علشان يعمل له تصميم المشروع. ومكتب الاستشاري ده بقى بيكون تحتيه مين؟ مهندسين معماري، مهندسين مدني، مهندسين كهرباء، مهندسين ميكانيكا. بتبقى شركه كبيره، ما هو مكتب استشاري كبير. انت فاهم قصدي؟ فبنبدا ان احنا نعمل تصميم المشروع، فبنضع الرسومات الهندسيه والمعماريه من قبل المهندسين اللي موجودين هناك. بعد كده بيروحوا لشركه الكهرباء عشان ياخدوا على الترخيص المباني دي حاجه، والترخيص بتاعت ان هو لما بنبدا نعمل لود استيميشن للمشروع، والله احنا عايزين بنودي ريبورت لشركه الكهرباء. ده بقى انت كمهندس كهرباء يعني بتعمل انت لود استيميشن للمشروع بتاعك. بعد ما بتخلص اللود استيميشن بتبدا ان انت بتقدم ريبورت لشركه الكهرباء، والله ان احنا عايزين منكم كهرباء قد كده قد كده. فيبدا يقول لك والله ده مثلا المشروع ده المفروض ياخد كهرباء اقل من اللي انت مقدمها، فتبدا انت تعمل اللود استيميشن بتاعك تاني وهكذا. وطبعا انت كمهندس كهرباء لسه جونيور في اي شركه، مش بتبدا انت تعمل موضوع اللود استيميشن ده. موضوع اللود استيميشن ده بيبقى عايز مهندسين ذو خبره كبيره وكفاءه عاليه ومروا بمشاريع كتيره واشتغلوا كذا سنه وكل الكلام ده. فالتراخيص بقى بتاعت المباني غير التراخيص بتاعت الكهرباء. تراخيص المباني دي حاجه تانية ولها سهريه تانية، اللي هو مراجعه الجهات الحكوميه للحصول على الموافقات اللازمه وكل الكلام ده. تاني حاجه من خطوات المشروع برضو اللي هو تجهيز الموقع، ان احنا بنبدا ان احنا نعمل الموقع ده، نبدا نجهزه. فبنجهز الموقع ازاي؟ مسح الموقع ده اللي هو التأكد من مطابقة الموقع للرسومات والمخططات. يعني الموقع بتاعك بيكون ما فيهوش أي حاجة خالص خالص خالص، مثلا مساحة قطعة الأرض اللي هيتنفذ عليها المشروع كذا. كل التفاصيل دي بتبقى موجودة. بنتأكد من إن هي موجودة على أرض الواقع ولا لأ.
تاني حاجة تنظيف الموقع. تنظيف الموقع مثلا الموقع ده حتة الأرض لو فيها أي أشجار أي حاجة بنبدأ إن احنا نتخلص منها ونبدأ إن احنا نسلم قطعة الأرض تبقى ما فيهاش أي حاجة. نبدأ نعمل أسوار مؤقتة على حتة الأرض لتأمين الموقع من دخول غير مصرح، من دخول غير المصرح ليهم إن هم يخشوا المكان بتاع المشروع او الموقع بتاع المشروع. ثالث حاجه اعمال الحفر والاساسات بقى، ده اللي بيعمل اعمال الحفر والاساسات دول بقى بناء عن الرسومات التنفيذيه بنبدا نحدد النقاط بتاعه الحفر اللي هو للوصول الى مستوى الاساسات المطلوبه. ان احنا مثلا المبنى ده هيتكون من كذا عمود، العمود ده هيبقى مش عارف مين، كل التفاصيل دي بتبدا ان هي تتعمل وتتنفذ واحده واحده. طيب هل انت دورك كمهندس كهرباء موجود في الكلام ده؟ لا يا باشمهندس، انت دورك مش هنا خالص. انت ما بتعملش عمدان، ما بتعملش خرسانات، ما بتعملش حسابات للكلام ده. انت دورك في الكهرباء بتاعتك، انما مالكش دعوه بالكلام ده كله. انا بقول لك بحكي لك الحكايه بتتم ازاي من الاول، وبعد كده هبدا اقول لك احنا بنعمل ايه بقى. طيب رابع حاجه اللي هو الهيكل الخرساني، طبعا اللي بيبقى بيعمله مهندس المدني، اللي هو تسليح الاعمده والاسقف، وده وفقا للمواصفات الهندسيه. صب الخرسانات، فك الشدادات، كل الكلام ده بيبقى موجود طبعا. بعد كده البناء بقى بالطوب، بعد كده التشطيبات اللي هي الاعمال الكهربائيه والسباكه بقى، وده بيجي دورنا احنا بقى كمهندسين كهرباء باور في الكلام ده اللي هو لما بنيجي بقى احنا نعمل الاعمال الكهربيه. طيب احنا كده عرفنا يا باشمهندس الموضوع بصفه عامه بيكون عامل ازاي، او ايه هي خطوات المقاولات بصفه عامه. يعني هو الموضوع بكل بساطه ممكن الخصه لك في كلمتين. هو بيبقى فيه مهندس معماري، مهندس المعماري بيعمل تصميم للمشروع، تمام. مهندس المدني بينفذ المشروع. مهندس الكهرباء مسؤول عن كل الاحمال الكهربيه اللي موجوده في المشروع. مهندس الميكانيكا مسؤول عن كل الأحمال الميكانيكية الموجودة في المشروع. بس كده يا باشا وخلص الموضوع. بس كده وخلص الموضوع. الفكرة كلها معتمدة على إن بيبقى في مالك. المالك بيبدأ إن هو يشوف مكتب استشاري تصميمات عشان يعمل له التصميم الهندسي بتاع المشروع. طيب هتقول لي يا باشمهندس، هو هل أنا كمهندس كهرباء اللي بقول كل أوضة هيبقى فيها كام كشاف، كل مكان هيبقى فيه كام مروحة، معرفش ايه الكلام ده؟ حاليا وعمليا الكلام ده ما عادش بيحصل. ليه؟ لأن حاليا بيعتبر الكشافات والإنارة عموما، اللايتنج عموما بيعتبر من الحاجات الديكورية. يعني ايه من الحاجات الديكورية؟ يعني أنا راجل بعمل فيلا، فالفيلا بتاعتي والله انا عايز يبقى الواجهه بتاعتها فيها اناره معينه، يبقى في كل غرفه اناره معينه، كل الكلام ده. انت كمهندس كهرباء باور معلش يعني انت في حته الديكوريشن انت مش شاطر قوي، ولكن اللي مش الشاطر في موضوع الديكوريشن مين؟ الانتريور ديزاين، المهندس المعماري. فالمهندس المعماري بيبدأ ان هو يظبط كل بقى الحاجات الديكورية اللي بتبقى موجودة في المكان او المبنى او المشروع، وده طبعا هو بقى اللي بيبدأ يعمل الكلام ده. فانت بتيجي بتشتغل على انك انت بقى احنا هنغذي اللودز دي ازاي. احنا اللي هو حاطط لك مثلا في الغرفة دي 3 4 كشافات، انا بقى عايز اعرف بقى، انا بقى دوري كمهندس كهرباء باور احنا بقى هنوصل الكهرباء للاماكن دي ازاي. بس كده. وبنعمل بقى ازاي الحسابات بتاعتنا، ازاي بقى نعمل حسابات البانلز اللي موجوده، ازاي نعمل حسابات الحاجه الاساسيه اصلا اللي هتغذي لي المبنى بالكهرباء. هل احنا هنجيب ترانسفورمر، هل هنجيب بيلر، هل هنجيب كوفري، كل الكلام ده انت بقى كمهندس كهرباء باور اللي بتبقى مسؤول عنه. اتمنى كده ان الموضوع يبقى واضح بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب يبقى احنا كده يا باشمهندس قلنا ايه؟ قلنا ان اول حاجه المالك اللي هو عايز يعمل المشروع بيروح لمكتب استشاري تصميمات هندسيه عشان يعملوا له الايه؟ الرسومات الهندسيه وجميع المستندات المطلوبه لتنفيذ المشروع. بعد كده بيتم الكلام ده عن طريق ايه؟ عن طريق يعني ايه بيتم الكلام ده عن طريق 3 حاجات. اسناد مباشر. الاسناد المباشر ده هو والله مثلا انا احمد دلوقتي اعرف محمود عنده مكتب استشاري كبير وبيعمل شغل وكده، والله هروح له اقول له يا باشمهندس انا عايزك تنفذ لي المشروع ده اسناد مباشر بيني وبينه كده بالحب والدنيا مشيت. انما في حاجه اسمها بقى منافسه ومناقصه وممارسه.
ايه الفرق بقى ما بين المناقصه والممارسه والمزايده مثلا اللي احنا بنقول عليها؟ المناقصه دي يا باشمهندس هو ان احنا بنختار اقل سعر مباشره. يعني ايه؟ يعني والله انا عندي مثلا 3 شركات مقدمين ان هم عايزين يخشوا في المشروع ويمسكوا المشروع ويشتغلوا فيه. احنا بنيجي داخلين كده، كل واحد بيقدم مظروف مالي ومظروف فني، واحنا بنختار اقل مظروف اقل مظروف مالي. تمام، ده اسمه المناقصه. وطبعا اللي بيختار هو لجنه بيكون مشكلها المالك عشان خاطر تختار المشروع وكل الكلام ده. انما ايه هي المزايده؟ المزايده هي عباره عن المزايد. والله مثلا انا عندي 3 شركات مقدمين، ببدا اشوف ده يقدم لي المظروف الفني الاول، وده يقدم لي المظروف الفني، وده يقدم لي المظروف الفني، وبعد كده ابدا اعمل مزاد بينهم. اقول له بقى تعالى لي انت هتعمل المشروع بكام؟ يقول لك ده ب 3 مليون، الثاني يقول لك ب 2 مليون، الثالث يقول لك بمليون ونص. دايما الاسعار بتبقى الفرق ما بينها قليل جدا، عشان بس تبقى عارف، لان ما فيش شركه هتبقى عايزه تخسر. ولكن في ناس بقى بتخش تغامر، يقول لك مثلا المشروع هو هيتعمل ب 5 مليون، يقول لك انا هعمله لك بمليون، ويبقى هو عامل الدراسات بتاعته غلط والحسبه بتاعته غلط وكل الكلام ده، فتلاقي الشركه دي لبست المشروع وخسرت والدنيا بتاعتها باظت خالص، والدنيا بكره الصبح تقفل على طول كده. ولكن الكلام ده طبعا اي مشروع بيتعمل له دراسه جدوى عشان خاطر الديتيلز اللي زي كده، عشان خاطر المكاسب بتاعه الشركات وكل الكلام ده. انما الممارسه بقى، الممارسه دي هو بيبقى مجموعه من الشركات بيقللوا في السعر قصاد بعض، والمالك بيختار بيختار الاقل على طول. دي الحاجه اللي هي اسمها الممارسه. طبعا معظم المشاريع دلوقتي بتتم عن طريق الاسناد المباشر، لان الناس بتقول لك اللي نعرفه احسن ما نعرفوش، ومعظم المشاريع اصلا بتتم حاليا عن طريق الاسناد المباشر. لو انت بصيت دلوقتي كل المشاريع اللي بتتعمل في العاصمه الاداريه الجديده كلها اسناد مباشر، لا في مناقصات ولا ممارسات ولا الكلام ده. ولكن طبعا في مشاريع تانية بتتم عن طريق المناقصات والممارسات والكلام ده كله. ان شاء الله لما حد فيكم ربنا يكرمه ويبقى عامل شركه مقاولات كبيره كده ويبدا يمسك شغل، هيعرف الكلام اللي انا بقوله ده. طيب، بعد بقى ما احنا بيتم طرح المشروع للتنفيذ، سواء عن طريق بقى الاسناد المباشر بمخاطبه شركه مقاولات اللي هو مقاول عام يعني لتنفيذ المشروع، او عن طريق المنافسه او المناقصه او الممارسه. طيب بعد كده بيقوم المالك يتعاقد مع نفس المكتب الاستشاري القائم بأعمال التصميم أو أي مكتب استشاري آخر للإشراف على تنفيذ المشروع من الناحية الفنية والإدارية. يعني يقول لك والله المالك أنا عايز بقى واحد يشرف لي على تنفيذ المشروع، أنا مش عايز فلوسي دي تروح في الأرض، أنا عايز حد ياخد لي بالي من فلوسي. فيروح يتعاقد مع مكتب استشاري اسمه كده مكتب استشاري للإشراف على تنفيذ المشروع، يا إما بيكون هو نفس مكتب الاستشاري بتاع التصميم، يا إما بيكون حد تاني. طيب، في بعض المشاريع بيقوم المالك بإسناد الإشراف على تنفيذ المشروع من الناحية الإدارية لشركة إدارة مشروعات، وبذلك بيكون دور المكتب الاستشاري هو الإشراف على تنفيذ المشروع من النواحي الفنية فقط. يعني المكتب الاستشاري ده بيبقى كل المهمة بتاعته بس ان هو يشرف على تنفيذ المشروع من النواحي الفنية، والله بالمواصفات الفنية المطلوبة اللي احنا متفقين عليها. غير كده ما بيكونش في اي حاجة تانية. طيب تعالى بقى نعرف ايه هي اطراف المشروع الرئيسية. اطراف المشروع اي مشروع بيكون فيه كذا حد، يعني كذا حد كده هم دول الرئيسيين في اي مشروع، او انت اي مكان او اي مشروع هتخشه هتلاقي الكلام ده موجود. اول حاجه المالك طبعا اللي هو البوب الكبير المالك. تاني حاجه استشاري تصميم. استشاري التصميم ده هو اللي احنا قلنا عليه ان هم مكتب الاستشاري اللي بيقوموا بعمل الرسومات التصميميه للمشروع. طيب الرسومات التصميميه اللي بتتعمل للمشروع دي، هل هي رسومات تصميميه بتاعه المهندس المعماري فقط، ولا كل تصميميه للمشروع؟ كل تخصص بيعمل رسوم المشروع. يعني المهندس المعماري بيعمل رسومات تصميميه للمشروع، مهندس الكهرباء بيعمل رسومات تصميميه للمشروع، مهندس الميكانيكا بيعمل رسومات تصميميه للمشروع، ومهندس المدني بيعمل رسومات تصميميه للمشروع. يعني كل حاجه بتبقى مدروسه بالورقه والقلم، وكل حاجه بتبقى محسوب لها بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب ثالث حاجه من اطراف المشروع الرئيسيه هو استشاري مشرف على التنفيذ. بعد كده شركة إدارة المشروعات، بعد كده المقاول العام. والمقاول العام ده بيبقى بيتكون من كذا حاجة. في مقاولين باطن. المقاول الباطن عشان بس يبقى الموضوع واضح
المقاول العام هي شركه مقاولات كبيره، مثلا بتبقى ماسكه مشروع معين. والمقاول الباطن ده شركه مقاولات بس على صغير، لسه الشركه بتبدا وبتمسك ايه حاجات معينه صغيره كده. فالمقاول العام بيبقى تحتيه بقى مقاولين باطنيين، بيبقى معاه مهندسين ومشرفين، بيبقى معاه موردين، بيبقى معاه العماله مثلا اللي هم العمال بقى، عماله بقى مختلفه، في فنيين كهرباء، فنيين ميكانيكا، فنيين مدني، ناس بتعمل شاي في الموقع، كل الكلام ده بيبقى بيشمل التفاصيل دي كلها. طيب ايه بقى هي الكونستراكشن بروجكت لايف سايكل، اللي هي الخطوات اللي بيمر بيها المشروع؟ اي مشروع في الدنيا، اي مشروع خلقه ربنا في الدنيا بيمر بعده مراحل. المراحل دي عندك منها دراسة المشروع، بعد كده عمل الرسومات التصميمية والمواصفات وجداول الكميات، بعد كده الإعلان عن المشروع وطرحه للتعاقد على التنفيذ، ومن ثم اختيار المقاول. طبعا زي ما احنا قلنا بيتم الإعلان عن المشروع ازاي، يا اما اسناد مباشر، يا اما مناقصة، يا اما ممارسة، والكلام ده كله. بعد كده تنفيذ المشروع، وبعد كده في الآخر تسليم المشروع. طيب دور مهندس الكهرباء في مجال بقى المقاولات او مجال الانشاءات ده بيبقى عامل ازاي؟ اول حاجه هقول لك شركات المقاولات العامه او شركات اعمال الام اي بي او المكاتب الاستشاريه. يعني انت اول حاجه اهو دورك بيبقى في الشركات دي، شركات المقاولات العامه او شركات اعمال الام اي بي او المكاتب الاستشاريه. طيب انت دورك بيبقى عامل ازاي بقى، او انت مسمى الوظيفه بتاعتك بيبقى عامل ازاي؟ اول حاجه ديزاين انجينير، يعني مهندس تصميم. تاني حاجه تندر انجينير، سايت انجينير مهندس موقع، تكنيكال اوفيس انجينير، كواليتي كنترول انجينير. كل الكلام ده بيبقى في داخل الشركات دي. طيب بعد كده بقى مثلا عندك الشركات المتخصصه برضو انت ممكن تشتغل فيها، زي مثلا سيلز انجينير، انك بتبقى مهندس مثلا انت اللي بتجيب الماتيريال بتاعه المشروع. يعني مثلا انت اللي بتجيب الخراطيم، انت اللي بتجيب الاسلاك، انت اللي بتجيب الكلام ده. طبعا الموضوع ده فيه مكسب كبير جدا جدا جدا، وطبعا كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، اللي هو موضوع السيلز انجينير والبري سيلز والتكنيكال اوفيس، اللي هو مهندس الموقع، اللي هو مهندس المكتب الفني اللي بيعمل الرسومات التنفيذيه بتاعه المشروع، والانسيوليشن انجينير. وقلت ان دي الوظيفه الوحيده اللي بقول للناس ما تشتغلهاش. انسيوليشن انجينير دي اللي هو مهندس تركيبات، مهندس صيانه، تبقى شغال مثلا في شركه انت مثلا مسؤول عن صيانه حاجه معينه، صيانه ماشين معينه والكلام ده. دي حاجه مش لطيفه خالص خالص خالص. طيب تعالى بقى نتكلم عن الديزاين فيزز. احنا دلوقتي قلنا ان الكورس بتاعنا ديستريبيوشن، ولكن احنا هنتكلم عنه دلوقتي من وجهة نظر الديزاين. من وجهة نظر ايه الديزاين؟ يعني انت دلوقتي اسمك مهندس كهرباء بتاع ديزاين، هتعمل ديزاين للمشروع، هتشتغل مع مكتب استشاري تصميمات هندسية. تمام. عشان بقى تعمل اللوحات التصميمية بتاعت المشروع. طيب هتقولي بقى يا باشمهندس، هل الكلام ده، هل انت دلوقتي حاليا فرص العمل بتاعه الديزاين كبيره ولا مش كبيره؟ اقول لك يا باشمهندس في فرص عمل للديزاين، بس مش بشكل كبير زي مهندسين المكتب الفني. ولكن ما ينفعش انت تروح تتعلم المكتب الفني قبل ما تتعلم الديزاين. فعشان كده انا حبيت ان انا في البدايه اتكلم عن الديزاين الاول، عشان تتعلم يعني الديزاين بيتم ازاي. بعد كده مرحله المكتب الفني، انك تبقى مهندس مكتب فني شاطر وتعمل اللوحات التنفيذيه بتاعه المشروع. هقول لك تعمل الكلام ده برضو ازاي بعد ما نخلص الكورس بتاعنا ان شاء الله. طيب يبقى احنا كده يا باشمهندس احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الديزاين. انت كمهندس كهرباء باور ازاي تعمل اللوحات التصميميه بتاعت اي مشروع يقابلك في الدنيا. طيب تعالى نتكلم هنا الاول عن الديزاين فيزز، اللي هي مراحل الديزاين بتاعت المشروع. اول حاجه اسمها البري ديزاين، تاني حاجه الكونسبشوال ديزاين، تالت حاجة اسكيماتيك ديزاين، رابع حاجة ديتيلد ديزاين، خامس حاجة تندر ديزاين. طيب تعالى نفهم كده كل مرحلة بتتم ازاي. اول حاجة لازم تبقى عارف اللي هو موضوع البري ديزاين. البري ديزاين دي هي مرحلة ما قبل التجهيزات. بنقعد كده مع المالك، نعرف المتطلبات بتاعة المالك بالنسبة للمشروع. طيب انت مثلا يا عم الحاج عايز المشروع بتاعك التكييف مثلا اللي هيبقى فيه ده بالنسبة لمهندس الميكانيكا مثلا، يقعد معاه تقول له والله انت عايز المشروع بتاعك ده، يعني لو هو مشروع متوسط مثلا ومش عايز تصرف كتير والكلام ده، ولا انت عايز تعمل شغل كويس بقى في وبالنسبه يعني للتكييف المركزي وكل الكلام ده. بتبدا ان انت تعمل حاجه اسمها فيزابيليتي ستادي، تعمل فيزابيليتي ستادي للمشروع عموما.
وبتعمل الكلاينت ريكويرمنت اللي هي متطلبات الايه المالك او متطلبات الراجل بتاع الايه بتاع المشروع. كل الكلام ده لازم ايه بيتم دراسته في الاول. بعد كده مرحله الايه مرحله الكونسبشوال ديزاين. مرحله الكونسبشوال ديزاين بيتم فيها حاجات معينه برضو بتكون خاصه بالمتطلبات بتاعه ان احنا نعرف الاحمال الكهربيه اللي محتاجها المالك في المكان. نعمل حاجه اسمها البي او دي ار اللي هو بيزك اوف ديزاين. كل الكلام ده بنعرفه من خلال مرحله الكونسبشوال ديزاين. احيانا بيتم عمل كونسبت ديزاين بناء على الجايد او المانوال الخاص بالشركه الايه المماثله مثلا زي الايه زي البنوك وكل الكلام ده. فدي كده تاني مرحله. ثالث مرحله اللي هي السكيماتيك ديزاين. اول مرحله طبعا البري ديزاين دي اول البدايه بتاعتنا. الكونسبشوال ديزاين كده انت بتبقى جمعت بنسبه 30% من المشروع. بعد كده سكيماتيك ديزاين انت كده بتبقى جمعت 60%. السكيماتيك ديزاين دي بقى بتعرف فيها اللايتنج سيستم، لايتنج كنترول، السمول باور سيستم، اللايت كارنت سيستم ديفايس. كل الكلام ده طبعا كل الكلام ده احنا هنتكلم عنه خلال الكورس، يعني ما تقلقش من اي حاجه وما تقلقش من المصطلحات دي. بعد كده رابع حاجه اللي هي الديتيل ديزاين. كده انت بتبقى عرفت 90% من الحاجات بتاعه المشروع. بتشمل كل التصميمات الخاصه بالمشروع من ناحيه دوائر الاناره والسوكت وكل الامور المتعلقه بالتصميم. اخر حاجه معانا التندر ديزاين او بيسموها الاي اف سي. دي بقى بتبقى بتشمل كل اللوحات بتاعه المشروع، المقايسه وجداول الكميات، المواصفات، قائمه الموردين اللي هم الفندور ليست اللي هيوردوا للمشروع. كل الكلام ده بيتم في المرحله الايه اللي هي الاخيره التندر باكج او التندر ديزاين. طيب تعالى بقى نتكلم هنا عن حاجة مهمة جدا 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 اللي هو الفرق ما بين كذا مصطلح كده مهمين جدا جدا اللي هو الكود والستاندرد والجايد لاين والسبيسيفيكيشن. يعني ايه كود ويعني ايه ستاندرد ويعني ايه سبيسيفيكيشن ويعني ايه جايد لاين؟ عشان انا هقعد اقول لك طول الشرح اقول لك الكود المصري بيقول كذا، الكود الفرنسي بيقول كذا، الكود الامريكي بيقول كذا في الحسابات. فانت لازم تبقى عارف يعني ايه كود اصلا، يعني ايه مواصفه، يعني ايه جايد لاين. طيب تعالى بقى نتكلم هنا عن الكود. الكود هو عباره عن مجموعه من القواعد اللي بيحطها اشخاص ذوي خبره لاتباعها ويمكن اعتماده في القانون، وهو في هذه الحاله ملزم لكل الافراد في الدول المستخدمه. زي مثلا الايه انت تلاقي دايما كده في حاجه اسمها الايجيبشن كود، في حاجه اسمها الكود البريطاني، في الكود الامريكي. كل الحاجات دي هي عبارة عن قواعد ملزمة لكل الأفراد بيحطها مين؟ بيحطها ناس ذوي خبرة في الكلام ده. طيب الستاندرد هو عبارة عن مجموعة من القواعد اللي بتستخدم في عدة دول، زي مثلا الاي اي سي، زي مثلا الانسي، زي مثلا اليو ال. كل الكلام ده دي ستاندرد معروفة كده، قواعد موجوده في بعض الدول دي بتستخدمها في المشاريع بتاعتهم. طيب السبيسيفيكيشن دي اللي هي المواصفات، هي عباره عن قواعد بتبقى خاصه بكل مشروع، بتبقى خاصه يعني كل مشروع كده بيبقى ليه سبيسيفيكيشن خاصه بيه. طيب بيكون باصدارها مين؟ بيكون باصدارها الاستشاري. مكتب الاستشاري اللي عمل المشروع ده هو اللي بيقدم السبيسيفيكيشن بتاعه المشروع. يقول لك والله ده احنا عملنا المشروع ده كلفنا كذا وعملنا فيه كذا وعملنا فيه كذا، وكل الكلام ده بيبقى موجود في المواصفه بتاعه المشروع. اخر حاجه اللي هي الجايد لاين. الجايد لاين ده مثلا هو ده بتقوم الشركات بوضعها للتعريف بمنتجاتها وطرق استخدامها. تلاقي مثلا كده عامل زي الكتالوج، تلاقي مثلا ماشين معينه يقول لك والله دي الماشين دي بتشتغل بالطريقه الفلانيه، بتعمل فيها كذا وبتعمل فيها كذا وبتعمل فيها كذا وتشغلها بالطريقه الفلانيه وكل الكلام ده. كده احنا عرفنا الفرق ما بين الكود والستاندرد والسبيسيفيكيشن والجايد لاين. طيب انا بقى دوري بقى كمهندس كهرباء قلنا بقى هنبتدي شغل من امتى؟ الشغل العملي ان شاء الله هنبتدي فيه من المحاضره الجايه. بس انا ما كانش ينفع ان انا اجي كده ادخل معاك اقول لك يلا بينا على طول نشتغل من غير ما اقول لك المقدمه بتاعه المشروع بتتم ازاي وكل الكلام ده. طيب احنا بقى ايه الحاجات اللي احنا بنحتاجها علشان خاطر نبدا ان احنا نعرف نعمل ديزاين
كويس للمشروع، لازم يبقى في كوردينيشن ما بينك وما بين مهندس الكهرباء، ما بينك وما بين مهندس الميكانيكا ومهندس المدني ومهندس المعماري. يعني ايه؟ يعني لازم يبقى في تعاون كده معاهم. انت مثلا دلوقتي مهندس كهرباء مسؤول عن انك انت هتعمل ديزاين لحاجه معينه، فبتروح والله المهندس المعماري، طب ما اقول لك يا باشمهندس، ما تقول لي كده الدنيا ماشيه ازاي في المشروع ده، طب انت عملت هنا ايه، طب في الاوضه دي فيها ايه، طب مش عارف ايه، حاطط هنا كام كشاف، طب حاطط لي هنا اب داون ولا حاطط لي هنا مش عارف ايه. كل الكلام ده تقعد مع مهندس المعماري بقى ايه يقول لك، معاك نوتة صغيره كده وتقعد تسجل. تروح برضو المهندس الميكانيكا تقول له بص يا باشمهندس، طب احنا هنا عاملين السيستم اللي انت عامل سيستم ايه، هل هو التكييفات اللي انت حاططها في المكان هل هي تكييفات سبليت عاديه ولا هي نظام تكييف مركزي، ولا هو الدنيا عندك ماشيه ازاي. طب بالنسبه لنظام الفاير فايتنج بتاعك، النوع بتاعه ايه، البمبات اللي موجوده اللي انت مختارها اللي حجمها قد ايه. كل الكلام ده بتبدا انت تعرفه مع انك انت تعمل كوردينيشن مع مهندس المعماري ومهندس الايه ومهندس الميكانيكا. تقعد مع مهندس المدني انت مش هيبقى ليك احتكاك بيه قوي في المشاريع، يعني معظم الاحتكاكات هتبقى في اضيق الحدود، ولكن برضو لازم يبقى ايه في كوردينيشن كده ما بينك وما بين كل المهندسين اللي شغالين معاك في الايه في المشروع. طيب احنا ان شاء الله باذن الله بقى دورنا ان احنا هنبدا مثلا نشتغل على مشروع معين. المشروع بتاعنا هيبقى عباره عن مدرسه مكونه من دورين. انا همسك الدور الاول هبدا اشتغل عليه، وهبعت لك انت الدور الثاني تبدا انت تجرب فيه وتعمل نفس الشغل اللي انا بعمله. طيب هنبدا نشتغل على برنامج ايه، التولز اللي احنا بنعمل بيها الديزاين ايه. التولز عندك برنامج الكاد، اي برنامج. انا عن نفسي هشتغل على برنامج اوتوكاد 2021 وده اللي انا شرحت الكورس بتاعه على القناه هنا. بعد كده لازم تبقى بتعرف تستخدم برنامج الدايلكس ايفو. هتقول لي هنستعمله في ايه، هقول لك هنستعمله في ان احنا ازاي نعمل توزيع للكشافات بتاعتنا لو مهندس المعماري ما كانش عامل توزيع للكشافات. يعني انت ممكن تشتغل في المشاريع دي ممكن يكون مهندس المعماري اصلا مش موجود، لاغيينه. المشروع ممكن يكون مشروع على قد الايد، مشروع مدرسه مثلا في منطقه بعيده، مشروع اي مكتب بريد مثلا، وهنجيب مهندس كهرباء يلم لنا الدنيا، مش لازم مهندس المعماري، فاهم كل الكلام ده. فاحنا بنستعمل برنامج الدايلكس ايفو عشان خاطر نوزع الكشافات ونعمل 3 دي برزنتيشن للمشروع بتاعنا، ونبدا نعمل اللكس كالكيوليشن وكل الكلام ده طبعا الكلام اللي احنا هنعرفه خلال المحاضرات اللي جايه. مش عايز اطول اكتر من كده، يعني عايز ان الموضوع يبقى بسيط وسهل، وتبقى انا حبيت ان المحاضره دي بس تبقى نظام داخله انك انت تعرف تفهم كل اللي جاي. انت باذن الله لو فهمت كل كلمه انا قلتها في المحاضره بتاعت النهارده، انت اي حاجه هتقابلك في المحاضرات اللي جايه بعون الله انت هتفهمها، وهيبقى الموضوع بسيط وسهل. عايزك بس كل الهنتات اللي انا بقولها تسجلها عندك، تبدا ترتب الموضوع واحده واحده، وباذن الله هتوصل للليفل اللي يخليك تبقى قادر تشتغل في مجال الديستريبيوشن. بجد ده هيبقى ان شاء الله اقوى كورس ديستريبيوشن موجود في الساحه باذن الله. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.